أول رسالة أوجهها للأمير الشيخ صباح الأحمد. تذكر طال عمرك لما صرح أحمد السعدون وقال حنا حراس قصرك؟ كفو. من اللي رد عليه؟ ترى ما حد رد على تصريح أحمد السعدون إلا شخص واحد. لما قال أحمد السعدون حنا حراس قصرك كان يعنيها. أنا اسمع. كان يعنيها أحمد السعدون. نعم. ورد عليه شخص واحد اللي ببطنه بلا، رد عليه جاسم خرافي وقال اللي بيحمي قصر الأمير لا يطلع بالساحات. حنا نقول لك طال عمرك الأمور بينة. حنا من بداية حراكنا نرفض إسقاط النظام. حنا كلامنا واضح. حنا ضد الفساد. لكن اللي عندك من مستشارين وعلى راسهم جاسم الخرافي ومرزوق شط اللي استلم الآن حملة إعلامية لضرب الحراك آخرها تصريح الشيخ عجيل النشمي، لكن مكشوف قدام الشعب الكويتي. لذلك الشيخ عجيل النشمي نفى هذا التصريح الملفق من الحملة الإعلامية القذرة اللي قاعد يقودها مرزوق شط. الرسالة الثانية لمحمد الخالد، ونقول يا محمد الخالد حنا أعلنا الآن إن مسيرتنا سلمية وهذا حق كفل لنا الدستور. إذا تعرضوا رجال الداخلية للمتظاهرين المتجمعين سلميا، قسم بالله يا محمد الخالد مصيرك مصير اللي قبلك. مصير اللي قبلك. أحمد الحمود وجابر خالد شوف وينهم الحين. الرسالة الأخيرة، الكثير قاعد يتكلمون ويقولون الشارع، تنزلون للشارع وهذا الشارع، وإذا عندكم شيء روحوا ما أدري وين، وهذا الشارع شنو مقصود بالشارع؟ الشارع مقصود فيه الشعب، مقصود فيه الأمة. والشارع اليوم هو مصدر السلطات. الشارع اليوم مصدر السلطات، وأي سلطة من السلطات الثلاث راح تحيد راح يسقطها الشارع بما فيها السلطة القضائية. نعم. وأنا أقول اعتبروا في الأمس القريب الشارع هذا اللي قاعد تتكلمون عنه وتشتمونه أسقط السلطة التشريعية وأسقط السلطة التنفيذية. ونقول للفاسدين في القضاء اقسم بالله العظيم لن يهدى لنا بال إلا أن نطهر القضاء منكم وحجز مسلم البراك. وإذا تعتقدون أن حجز